تخيل معايا كده إنك تدفن وإنت عايش. مجرد التفكير في لحظة زي دي جسمك هيقشعر وهتترعب. تخيل بقى إن الضلمة محاصراك من كل مكان، جسمك بيتحرك بشكل محدود جدا أو شبه معدوم، مفيش صوت حواليك غير صوت أنفاسك، ومهما تستنجد بحد محدش هيسمعك ولا يحس بيك. وعلى مدار التاريخ هتلاقي كتير من المشاهير اللي اتنسب ليهم فكرة الدفن أحياء، ومنهم بطل حلقتنا النهاردة واللي كان قائد عظيم لسه بنفتكره لأنه شيد مدينة من أجمل المدن المصرية واستحق بجدارة إنها تتسمى على اسمه. تعال نعرف حكايته ونكشف الجدل الداير حوالين وفاته. وعشان كده هنبدأ حلقتنا بسؤال غامض: هل فعلا الإسكندر الأكبر اتدفن حي؟ أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. مبدئيا تعالوا أعرفكم بالإسكندر الأكبر اللي بنى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وخلى نص المصريين يصيفوا وينبسطوا. اتولد الإسكندر الأكبر سنة 356 قبل الميلاد في بيلا بمقدونيا للأب فيليب الثاني والأم أولمبيا. وكان الأب بيحكم مدينة مقدونيا القديمة، وفي واحدة من الصراعات الداخلية للبلد دمر فيليب الثاني بيت واحد من أشهر فلاسفة الوقت ده وهو الفيلسوف أرسطو. ولما أنجب الإسكندر الأول وبدأ الابن في النضوج، عهد الأب لأرسطو بتربيته وتعليمه مقابل إنه يعيد له بنى بيته. الإسكندر كان عنده في الوقت ده 13 سنة، فضل أرسطو يعلمه لحد ما وصل 16 سنة. وعشان المقدونيين كان ليهم تاريخ كبير في اغتيال الحكام، اتذبح فيليب على إيد حارس من حراسه. وفي ناس قالت إن مراته أولمبياس هي اللي قتلته لأن كان بينهم مشاكل كتير منها إنه اتجوز عليها. وعشان يبقى الإسكندر الأكبر ملك وياخد الحكم بعد موت باباه كان الموضوع مش سهل خالص، والدم كان للركب. وقام الإسكندر بقتل مرات باباه وقتل أميرين مقدونيين وأي حد كان بيعترض طريقه. وأخيرا في سنة 336 قبل الميلاد ورث الإسكندر تاج مقدونيا وهو عنده 20 سنة. وفي سن 25 سيطر الإسكندر بجيشه على الأراضي الفارسية في آسيا الصغرى وسيطر على مصر وسوريا وما تعرضش لهزيمة واحدة. وساعتها أسس أكبر إمبراطورية شافها العالم القديم بسبب الغزوات العسكرية الشرسة اللي كان بيخوضها. وفضل الإسكندر يحتل الأراضي ويدخل في حروب استمرت لمدة 10 سنين. وخليني أقول لكم معلومة مهمة، وهي إن أعداد جيش الإسكندر أوقات كانت بتبقى أقل من أعداد الجيش المواجه ليه، بس عشان جيشه كان متدرب كويس جدا. وكمان الإسكندر كان فاهم كويس يعني إيه استراتيجية عسكرية، فعشان كده كان بينتصر. في سنة 324 قبل الميلاد بقى رتب الإسكندر حفل زفاف جماعي في سوسة، واتجوز هو وظباطه من زوجات فارسيات نبيلات على أمل إنه يوحد الثقافتين اليونانية والفارسية وإنه يبقى ملك آسيا بشكل شرعي. بس للأسف الفرحة ما تمتش وخدها الغراب وطار، وانتهت كل الجوازات بالطلاق. وفي يوم تعب الإسكندر بسبب شربه لحوالي 12 كاس خمرة، بعدها اشتكى من إن جسمه وجعه. يهمت بقى؟ لا مهمتش، بعدها بيوم شرب 12 كاس كمان. ساعتها حس بالآلام الشديدة جدا في بطنه، وبدأت الحمى تنتشر في جسمه والألم يزيد بشكل كبير وبقى طريح الفراش، لغاية ما فجأة مات الإسكندر في 10 أو 11 يونيو سنة 323 قبل الميلاد. وكانت وفاته في بابل وهو عنده 32 سنة. وانهارت إمبراطوريته وبقى في حرب أهلية لأن ما كانش فيه وريث محدد، وساعتها إمبراطوريته اتقسمت. لغاية هنا الموضوع انتهى، لكن بعد وفاته بسنين كتير من المؤرخين احتاروا وسألوا نفسهم، أيوة زي ما كل شوية بسألكم كده، إيه هو السبب الحقيقي في موت الإسكندر؟ يعني مثلا مات بالتيفود أو مثلا بسبب إدمانه للكحول. صحيح، بمناسبة إدمانه للكحول كانوا بيقولوا إنه كان مشهور بإدمانه للكحول لدرجة إن في مرة وهو سكران كان بيهزر هو وصديق ليه، راح ضربه بسهم في صدره وموته. وعشان كده خمن المؤرخين إن ممكن يكون بنسبة كبيرة الكحول هو السبب في اللي حصل له. وفي اللي قال إن ممكن يكون اتقتل بالسم. كلها تكهنات، بس محدش برضه وصل لحاجة مؤكدة لأن كان في نقص في الأدلة الموثوق فيها. بس المصادر كلها اتفقت على إن الإسكندر كان طريح الفراش لمدة أسبوع تقريبا، فممكن يكون بسبب الحمى. بعد ما اتدفن كتب علماء يونانيين إن جثة الإسكندر ما اتحللتش بعد موته بأيام. لكن هل هو كان من الآلهة ولا إيه؟ سؤال اتطرح من زمان وتجاوب عليه من دكتورة اسمها كاثرين هول، اللي ردت وحللت كلامهم وقالت إنه مش إله ولا حاجة، وإنه بس ما اتحللش لأنه كان عايش وبيتنفس، وده بيثبت نظرية إنه اتدفن وهو حي. وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كاثرين اللي كانت دكتورة من كلية طب دينايدن في نيوزيلندا إن هي عايزة ترجع تناقش تاني في موضوع موت الإسكندر،
وإن وفاته الحقيقية جت بعد 6 أيام من ميعاد وفاته المتعارف عليه، وعليه فقعد فريقها يبحث في الروايات القديمة لأعراض الإسكندر وكلام الدكاترة عن حالته عشان تساعدهم في أبحاثهم ومعرفة إيه اللي حصل بالظبط. وقالت هول إن أعراض الإسكندر شبه أعراض اضطراب الدماغ متلازمة غيلان باري (GPS), وإن المرض ده بيحصل لما بيهاجم جهاز المناعة في الجسم جهازه العصبي ويشل الضحية تدريجياً، وإنه بيأثر على 1 من كل 100,000 شخص في أمريكا لحد النهاردة. بتقول هول إن GPS ده شل إيد الإسكندر ورجله وبعدين خلاه يفقد الكلام، وقالت إن ممكن جداً يكون كان في غيبوبة عميقة أثناء ما كانوا بيقيموا الاستعدادات لدفنه. وأخيراً ومن فترة قريبة علماء الصحة في نيوزيلندا صرحوا بأنهم حلوا لغز موت الإسكندر، وإن الإسكندر مات نتيجة إصابته بمرض مناعي ذاتي نادر دمر جسمه من الداخل، وقالوا إن المرض ده خلاه مشلول ومش قادر يتكلم ولا يتحرك، عشان كده اللي حواليه فشلوا في إنهم يعرفوا إن ملكهم عايش وما ماتش. وتعالوا ننهي الحلقة بلغز تاني حوالين قبر الإسكندر، لأنه بعد ما مات الإسكندر استولى بطليموس على جثته ووداها لمصر، وتحديداً اسكندرية، وفضلت موجودة في اسكندرية لعدة قرون، وفجأة اختفت جميع السجلات الأدبية للمقبرة بتاعته في نهاية القرن الرابع الميلادي. طب هو إيه اللي حصل لقبره؟ في منهم اللي قال إن القبر ما بقاش في اسكندرية ومحدش عارف هو فين، ولحد النهاردة في ألغاز كتير قوي في حياة الإسكندر. وخليني أقولك إن موت الإسكندر الأكبر بيصنف إنه أشهر حالة من حالات الموت الكاذب، أو نسميها التشخيص الخاطئ للوفاة. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تسيبوا آراءكم في التعليقات وتقولوا لنا حابين تسمعوا إيه الحلقات الجاية. استنونا.